بحال هاد النهار غتكون واحد الأخبار غادي اللبوز بزاف وقاع القنوات هدروا عليها. الأخبار هي واحد السيد سميتو موسى من دوار ولاد سحيم طاح في زهري وذبحوه على قبل الكنز. هكا غتلقى الأخبار، ولكن التفاصيل اللي سمعوا الناس واللي تشاعت بيناتهم غير كذوب. خليونا نمشيو للواقع. في ليلة عاشوراء شد موسى الدري في عمرو 9 سنين زهري، جابو من المدينة للدوار، ذبحوه مشابه للغابة هو والفقيه وواحد السيد. حفروه في واحد البلاصة، شوية شاف الفقيه المرأة لابسة الكحل وكان نص وجهها باين والنص الاخر لا، كانت مخبياه. شافها موسى وتخلع وكان باغي يهرب، ولكن الفقيه غوت عليه وقال ليه بتحركش. المرأة ما قرباتش، بقات غير كتشوف فيهم. اما الفقيه فبقى كيمارس الطقوس ديالو، شويه كيقلب عينيه لجهتها. السيد الثالث اللي كان معاهم كان مخلوع اكثر من موسى، وكان هو وياه باركين في الحفره اللي وصلت الحفره شي متر ونص. بدون سابق انذار تسمعات واحد الغوته وسط الغابه، خلى الشجر تحرك وضربات واحد العجاجه غريبه. شد فراسو موسى وقلبه ولا مسموع بكثرة الرعب. لاح البالا وخرج من الحفرة وقال الفقيه بحال الا باغي يبكي: ما بقيت باغي والو، انا مزوق فيك الا ما خرجنا من هنا. قال الفقيه كيشوف في جهة المرأة، خصوصا انها هي اللي غوتات. قال لموسى: هذه هي الحارسة ديال الكنز، غير كمل، الحفرة راه قريبة. ومعاه بغى يكمل تحل الفم ديال الفقيه مرعوب وشير ورا موسى. لفت موسى اللور لقى المرأة حداه، معاه بغى يهرب، ما عاد سمعت واحد الصرفيقه مجهده. طاح معاها موسى في البلاصه، قربت للفقيه وبدا كيرجع اللور ومرعوب حتى طاح. شويه بدا كيقرا في البدايه ديال سوره البقره. هنا وقفت المرأة واستغل الفقيه الفرصه وهز جلابيته وهو يدردك وخلى جوج رجال وراه. السيد الثالث كان بارك في حفره فشلو عليه رجليه، ما قادرش يتحرك، كيشوف غير في السما وعينيه محلولين، ما كيرمش وفمو كيصدر منه واحد الصوت بحال الا قلتي مخنوق. دازت شي 4 ساعات سرعان ما رجعت ديك الجنيه. هنا قدر داك السيد يشوفها، ولا نقولوا شافها بزز، حيت كان راسو كيشوف في السما بحال الا تشلل. كان شعرها مدلي ووجهها بحال الا ما فيهش الملامح، زرق بزاف. كل خطوه كتزيدها كتحس بالزلزال. بقات واقفه شحال في الحافه ديال الحفره كتشوف في داك السيد بلا ما تحرك ولا تهضر. شويه هزات الباله ودفناتو وهو حي. داك السيد كان هو انا وها القصه حكيتها من بعد ما تمكنت اخيرا انني ننطق. من بعد 10 سنين صابت بالشلل كلي، والصدمه هي السبب. بالمعنى صوتات لي الدماغ. كان ارعب لحظه في حياتي فاش كانت كتدفني وانا لا حول ولا قوه. كنبغي نتحرك ما كنقدرش، كنبغي نغوت والو، كنت عاجز. ما عقلتش على شحال ديال الوقت داز وانا مدفون. ولكن ملي تحلات الحفره من الرجال الامن كان كل شيء مرعوب. داوني للسبيطار وكنت كوما، ما فقت منها حتى داز 3 شهور. عرفت ان موسى والفقيه تشدوا. موسى سمعت عليه انه في السبيطار، قولوا تسطى ونط واحد الحفره في حنكو، درجات الدراسه ديالو ولاو كيبانوا. الفقيه تضرب 30 عام وموسى تصيفط للبرشيد المصحة ديال الأمراض العقلية. أما أنا فجاني سراح مؤقت تنخرج من السبيطار، ومني خرجت والحالة اللي كنت فيها إعاقة، عنقي عواج ويديا وفمي كيسيل. بقات ضربت 3 شهور في المستشفى العسكري، ما كملتهاش حيت صحتي كتستدعيني أنني نتصيفط للمستشفى الكبير في الرباط. دازت 20 سنة كلها عذاب بهذا المعنى. كانت حتى لحظة باش نندم فيها على الدري اللي تذبح، دازت كلها في رعب. وبعد الليالي نفس المرة كتوقف عليا في الليل، ما كنقدر لا نغوت ولا نتحرك. كنت في جحيم. 10 سنين دازت في هذا الجحيم بعد ما قدرت بقدرة قادرة أنني ننطق ونحكي كل ما في قلبي. هذه هي الاخر ديال القصة ديالنا.
اللي الكاتب ديالها محمد أمين، فكنوجهو ليه تحية من هنايا. القصة تصيفطت ليا من أحد الأصدقاء، فإلا وصلتي لهنايا فكنطلب منك أنك دير لايك وتشترك في القناة إلا ما كنتي ما مشتركش، وتقدر تحيدها في أي وقت. السلام عليكم.